بعد اذنك. بص يا فندم، انا اللي كنت سايق الاتوبيس، والشابين اللي في الاتوبيس دول كانوا اصحابي، والبنت اللي كانت موجوده صاحبه واحد فيهم، والبنت الصغيره اخته، وكان الولد الصغير ده اخوها، والبيبي اللي هو العيل اللي عنده سنتين ده ابني. ايه يا عنتر في لو سمحت يا ايه هيحللوا لنا؟ لا يا عنتر انا هترفد احسن. اسكتي بس، هترفد احسن. بس بعد دي اذنك، سمعة. بعد اذنك بقى لو سمحتي بس بقى. ابن هي ملهاش دعوه. احنا اكتفينا بلفت نظرك يا استاذه، وعنتر مرفوض. معقول يا فندم ترفضوني بعد اول مره؟ انت عايز نستنى كام مره عشان امشيك؟ انا قصدي اول مره تعرفه. ده الموضوع بيتكرر بقى. طبعا يا فندم، احنا بني ادمين بس بعد اذنك. عنتر، ايوه شؤون المدرسه خدت قرارها خلاص، انت مرفوض. اطلع بره. لا بس بسيطة تترد عامة. لا تترد ايه، دي محتاجة ترجع. على فكرة ممكن يرفضوه. لا بيقولوا له لازم تدفع فلوس التصليح. ايه ده ايه ده ايه؟ عملت ايه يالا ايه؟ انا مستحيل اكمل في الشغل ده تاني. ليه؟ رفضوني. طب ياد ما قلتش ان انا حفظته لك ليه؟ ايه يا عمرو، اختي محروقه قبل فرحها بيومين، وايه علاقه ده بالحادثه؟ ها انا نمت وانا سايق. عشان بالك يومين ما نمتش عشان بتفكر في اختك اللي اتحرقت. ما عرفتش بقى اجمع كل ده. طب خلاص هو كويس انه ما قالش كده، كان هيقولوا عليه تلت. وبجوه اختي محروقه. والله انتوا مش عارفين خرجتني من كام مصيبة والله موضوع اختي محروقة ده. معلش اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه ده؟ انا سبت الشغل. طب هدفع الايجار منين؟ ولا مش عارف ايه، ولا مش عارف ما اعرفش ايه، ولا التيت ولا الشريط ولا الميكاني كاني وماني انت ما قلتش حاجة، انت بتملى. هي مشكلتك بس في الايجار. طب خلاص بص، يعني ممكن انا وعمرو ندبرها لك، ندفع لك الايجار في اي وقت ونظبط لك الدنيا، واشوف لك انا شغل تاني. انت كنت بتقبض كام؟ 1500 جنيه. مفيش حد بيدفع الرقم ده دلوقتي. هو مفيش حد بيدفع الرقم ده. هو انت عمال تعيط اصلا وكل المناعه دي عشان 1500 جنيه؟ ايه ده؟ انت كنت بتدفع 1200 ايجار، بتصرف 300 جنيه في الشهر، وابعت 100 لامي كمان، بصرف 200. تصرف 200 في الشهر. ده 200 في الشهر ده ايه ده؟ يعني ده 8 جنيه في اليوم ولا كام؟ 8 في 30 ب 240. لا ده 7 جنيه في اليوم مثلا. لا لو ضربنا 7 في 3، لا 6 ونص هنضربها في 3. ده ايه ده؟ هو انا ناقص ضرب؟